طيب انا بس في حاجه يا جماعه عايز اقولها هنا لكل جمهور الكوره، سواء جمهور الزمالك او جمهور الاهلي. في تصريح بعد الماتش لزيزو، انا شايف ان هو تصريح عالمي، والله العظيم تصريح عالمي. ايه هو التصريح ده؟ قال الناس اللي فاكره ان انا مضغوط خليهم يبقوا فاكرين ان انا مضغوط، انا مش مضغوط ولا حاجه. هو عنده 1,000,000% حق في الكلمه دي. ليه؟ اللي مضغوط ده مين يا جماعه؟ اللي مضغوط ده اللي مش عارف ياكل عياله، اللي مش عارف يدخل عياله مدرسه، اللي مكسور عليه ايجار شهرين ثلاثه، اللي ابنه عيان في العنايه المركزه، اللي امه بتموت، اللي مش عارف يجيب دواء، هو ده اللي مضغوط. لكن لكل جمهور الكوره قسما بالله العلي العظيم ما في لعيب كوره، وانا بقول ما في لعيب كوره يستحق ان انت تكسب ذنوب ولا تبات على مخدتك بتعيط ولا قرفان ولا زعلان، ولا الكوره اصلا كلها على بعضها تستاهل ان انت تعمل حاجه تأذيك انت في الدنيا ولا في الاخره. لانه في الاول وفي الاخر مع كل الاحترام والتقدير لزيزو وكل اللعيبه، لعيب بياخد 100 مليون جنيه في السنه ولا 50 مليون جنيه في السنه ولا 60 مليون جنيه في السنه ولا 20 يا سيدي في السنه، وربنا يبارك لهم ويزيدهم ده رزقهم، يعني دي حاجه ربنا يبارك لهم فيها. ايه اللي ممكن يضغطوا يا جماعه؟ وانت بتشوف وكلنا بنشوف لعيب في الاهلي بيبوس الفانيلا يروح الزمالك يبوس الفانيلا، لعيب في الزمالك بيبوس الفانيلا يروح الاهلي يبوس الفانيلا، وفي الاخر هو بالنسبه لكل لعيبه الكوره الا من رحم ربي على مدار ومر الاجيال والعصور نوادر تتعدى على صوابع الايدين الاثنين بالعافيه، كلها بالنسبه له الموضوع بيزنس وشغل. فكل واحد يبقى بس حاطط القصه دي قدامه، لان في الاول وفي الاخر الامور بتبقى عند الجمهور، والواحد بيبقى متفاهم ده تماما، لان الجمهور دايما هو انقى وافضل وارقى حاجه في المنظومه. ان هو الراجل او الست اللي بيشجع ناديه هو مش عايز اي حاجه غير يشوف ناديه كويس، فعاطفته هي اللي بتحركه، ولا مستفيد حاجه ولا بياخد حاجه، بالعكس ده بيدفع من جيبه وبيمشي بالكيلومترات عشان يروح ورا ناديه، وساعات بيتبهدل عشان يروح يأزر ناديه، مش مستفيد اي حاجه، فعاطفته هي اللي بتحركه. لكن فعليا اللي جوه ده اللي انت حارق دمك ومحروق دمك عشانه، هو فعلا الدنيا بالنسبه له بزنس از بزنس، والدنيا بالنسبه له في الاول وفي الاخر هي شغل، زي ما بقول لك الا من رحم ربي بنوادر على مر الاجيال اللي ممكن يسيب فلوس ويسيب مكتسبات وفتن دنيويه عشان خاطر جمهور مثلا، عشان خاطر الناس ما تزعلش منه. فهي دي القصه فعلا. ما فيش حد مضغوط غير اللي بجد عنده ازمه حياتيه كبيره في حياته، هو ده اللي ممكن يكون مضغوط يعني.